بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده رياكت مع هشام. النهارده كابتن عبد الواحد السيد طلع صرح تصريح غريب جدا. بيقول يوسف اسامه نبيه مش هيجدد تعاقده مع نادي الزمالك علشان هو مضى البيراميدز، وان هيتم استبعاده من قائمه المباريات اللي جايه، وهيتم استبعاده اصلا من التدريب مع الفريق، وان سيف جعفر لسه بيتفاوضوا معاه بس هو ما مضاش لبيراميدز زي ما اشيع يعني، وان هو لسه ما مضاش لاي حد يعني. فالتصريح يعني الغريب بقى في التصريح ده اللي انا اقصده ان انت استبعدته من التدريب مع الفريق، وانه يشارك في الماتشات وهو لسه عقده ساري معاك، ما تستفيد بيه لاخر لحظه. حاجه غريبه جدا. لا والغريب اكتر ان هم صرحوا على لسان المدير الفني الجديد اوسوريو، اللي هو كمان قرر استبعاده لنهايه الموسم. وده مستحيل من اي مدير فني اجنبي محترف انه كلمه زي دي تطلع من بقه. انا شايف ان نادي الزمالك يعني مرتضى منصور، هو انا كده بالطريقه دي انا معتبر ان مرتضى منصور لا لسه موجود. لا، مرتضى منصور ما مشيش يا جماعه، لان الاسلوب والطريقه دي ده مرتضى منصور. يا اما خلاص ان مرتضى منصور بهت على كل الناس اللي في النادي. خلاص كل المسؤولين في النادي كده خلاص بقوا كلهم مرتضى منصور، لان عدم الاحترافيه دي يعني غريبه وعجيبه. الواحد قال ان خلاص نادي الزمالك هيتعامل باحترافيه وهيعرف يدير الموضوع ده كويس، لكن الكلام عبد الواحد السيد ده يدين نادي الزمالك اكتر من اللي هو فاكر ان هو كده عمل حاجه واو يعني. لا، كابتن عبد الواحد السيد يعني خانوا التوفيق في التصريح ده. ولو اوسوريو هو برضو كان من رايه الكلام ده، يبقى اوسوريو ده مدرب تعبان خلاص. يبقى انا كده خدت قراري ان هو مدير فني تعبان، زي ما طلع في المؤتمر الصحفي وبيقول اللي هو سمع على لعيب معين في الاسماعيلي انه جامد، واكتشف في المباراه انه مش جامد. يعني ايه انت سمعت اصلا؟ انت اصلا المفروض تكون اتفرجت على الاسماعيلي وعرفت نقاط قوته وضعفه وجازم معاه ونساعدك. لكن كون اللي انت تطلع تصريح زي ده، انت بتدير الماتشات بالسمع؟ لا لا لا، في حاجات، في علامات استفهام كتير قوي في الموضوع ده. واتمنى اللي هم يرجعوا يوسف اسامه نبيه للتدريب مع الفريق ويشارك، ما تستفيد بيه لاخر لحظه ما يمضي البيراميدز. تاني حاجه بقى عايز اقولها في الموضوع ده من تصريح الكابتن عبد الواحد السيد، انه بيقول اللي احنا حاولنا نقنعه اللي احنا هنحلله مشكله الفلوس اللي اخدها من بيراميدز، وبرضه اللي هو ما وافقش. انت اصلا هتحل المشكله دي ازاي؟ يعني هو اكيد خد مقدم تعاقد من بيراميدز محترم، انت حضرتك مش عارف تدفع مرتبات الفرق الرياضيه اصلا اللي عندك، مش الكرة بس، كل الالعاب. بتوع الطايره طلعوا قالوا احنا ما بناخدش فلوس. وده غير بتوع اليد، غير السله. لا لا لا، يعني ده يبين لك بقى يعني ايه. انا عايز اقول لك او اوصلك لنتيجه معينه. كون اللي هو يقول كده ليوسف اسامه نبيه ان احنا هنحل لك مشكله المستحقات الماليه البيراميدز اللي هو سحبها، يعني مقدم التعاقد دي ملهاش عندي الا معنى واحد، اللي هو عايز يوسف اسامه نبيه يمضي لنادي الزمالك ويبقى بالطريقه دي اللي هو كده مضى الناديين ويعمل مشكله للعيب وبيراميدز. بس انا ملهاش تحليل تاني عندي غير كده. اللي انت عايز تأذي اللعيب في مستقبله، والدليل على كده انه لما رفض الكلام اللي انت قلته رحت مجمده خالص وقلت له لا انت مش هتتدرب حتى مع الفريق. فنادي الزمالك لازم 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 إدارة محترفة تمسكه يا جماعة، لأن كده الزمالك خلاص، الزمالك بيروح. ده حرفيا حرفيا الزمالك كده خلاص خلص، ومرتضى منصور نهى عليه. ويا ريته ساب كوادر تقدر تمسك النادي. كل الكوادر وكل الناس اللي تقدر تمسك الاداره اللي يبقى مسؤولين عن الكوره واداره النادي عموما، مرتضى منصور بعدهم عن الساحه وخلى اللي موجودين هزازي الرؤوس واللي مش فاهمين حاجه، واللي هو مرتضى منصور امين 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 وراه بس.
قفلنا كده الموضوع ده. وقلت رأيي خلاص. اكلمكم على الترجي. الصحف التونسية قالت ان نادي الترجي هيستمر غياب 6 لاعبين برضو. طبعا اهم حد فيهم طبعا اللي هو لا اله الا الله، اسمه ايه، بن رمضان. بن رمضان بس هو اللي هيغيب. و وبكده هي لا مؤاخذة معلش يا جماعة والله سرحت سرحت وانا معاكم. فكده هيبقى الترجي لسه هيبقى جاي لسه بنفس مشاكل الفنية اللي هو كان رايح بيها، وطبعا مدير فني جديد هو اللي هيكمل المسيرة. فاعتقد ان شاء الله باذن الله الاهلي هيعرف يخلص الماتش ده يوم الجمعة، وخلاص تذاكر ماتش الاهلي والترجي اتطرحت، ومتوقع في خلال ساعتين 3 بالكتير هتلاقيهم بيقولوا خلصت، لان هم 10000 بس، وانا اعتقد ان هم مش هيعلوها عن 10000. بس المهم في النهائي يعملوها لنا 50000 60000، وان شاء الله الجمهور يحضر ويبقى في حرية للتشجيع زي ما احنا عايزين من غير غلط في اي حد. وان شاء الله باذن الله هطلع معاكم النهارده بالليل، هنشوف ايه الجديد وهنتكلم فيه مع بعض. يلا سلام عليكم.